يا هلا بيكم يا احلى مهندسين، واليوم جايب لكم ملخص فيلم 2050. بس يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان كل ما تزبطوني اظبطكم اكثر بالملخصات. يلا بينا. بيبدا فيلمنا مع رجل اسمه مايكل، واللي بيكون بينه وبين مراته بروك مشاكل، وبيكونوا يخططوا انهم يزوروا اخ بروك الصغير اللي اسمه درو، واللي بيكون عامل مشاكل وتصرفات مش تمام اخر فتره. وبيكون درو متفاجئ بزياره اخته وزوجها المفاجئه، وفجاه بتطلع بنت من غرفه درو اسمها كوين، وبتحكي له انه معاها صداع، وبتبهدل بروك اخوها درو بسبب كوين، وبتساله ايه علاقته فيها. فبيحكي لها هذه حبيبتي ما لك علاقه. وبينما مايكل بيعمل مساج لكوين، فجاه بيتفاجئ انها روبوت مش انسان، وبينادي على درو، ودرو بيطلب من مايكل انه يخلي الامر بينهم سر وما يحكيش لاخته بروك. وبيكون مايكل لساته مصدوم انه درو بيواعد روبوتا. وباليوم الثاني بيحكي درو لصهره مايكل عن الروبوتا كوين، وبيحكي له انه كوين روبوتا بيشتريها الناس ليعملوا تشوك اح معاها، وبانه المشتري بيقدر يبرمج الروبوت على كل شيء هو عاوزه منه. وبيعطي درو مايكل بطاقة مصنع الروبوت. وبيوم من الايام بيكون مايكل عاوز يعمل التشوك اح بطريقة جديدة مع مراته بروك، بس مراته بتكون مش رايقة، فمايكل بيعصب منها وبيلف لها ظهره. فبروك بتحكي له نحن مش بحاجة نعمل شيء جديد لانه علاقتنا تمام. وبيفهم مايكل بالاخر انه بروك مش هتعمل معاه تشوك اح، فبقرر يروح على مصنع الروبوتات ليجيب له روبوتا مثل ما قال له درو. وبيدخل المكان والبائع بيحكي له انه هيجيب له شيء يشربه، وبيحكي له البائع انه الروبوتات عبارة عن توأم للروح اكثر من انها اداة لتربية الرغبات التشوك اح هي. وبيبدا مايكل يبرمج بالروبوت على مزاجه، وفجأة بيتلقى رسالة من مراته بتحكي له فيها فينك تأخرت، وبيدرك انه عم يخون مراته. تخيل واحد يخون مراته مع روبوتا. فمايكل بيشعر بالقرف من نفسه وبيترك برمجة الروبوت وبيرجع لمرته حبيبة روحه. بس للأسف علاقته مع مرته عمالها تسوء أكثر وأكثر، لهيك بيرجع لمصنع الروبوتات ليبرمج روبوتا ويعمل معاها تشوك اح. وبيستنى مايكل النظام ليعمل له فتاة أحلامه، وبتطلع آخر شيء الروبوتا اللي برمجها، واللي بيكون اسمها صوفيا. وبتكون صوفيا عم تحاول تتقرب من مايكل بنفسها، وبيحكي مايكل بنفسه لو خرجت بموعد مع روبوتا فهذا لا تعتبر خيانة، صح؟ لا شيء. وبتحكي له الروبوتا ما تيجي نعمل التشوك اح احسن من التفكير اللي عم بتفكر فيه. وبيدخلوا الغرفة وبيعملوا تشوك اح. وباليوم الثاني بتلاحظ بروك انه زوجها فرحان جدا على غير عادته، وبيقضي مايكل معظم لياليه مع الروبوتا صوفيا، وبينسى تماما انه متزوج. وبصير حبه للروبوتا صوفيا يصيبه بالهوس، حتى انه هذا الشيء بدا ياثر على شغله. وبيوم بيكون درو يلعب شطرنج مع حبيبته الروبوتا كوين اللي بتخليه يفوز بالشطرنج، فبينزعج درو لانه عاوزها تلعب بدافع الفوز، بس كوين بتحكي له انها مصممة لتخليه يفوز كل مرة. وبيوم بينادي مصنع الروبوتات على مايكل وبيحكي له عاوز اقول لك شيء. وبيحكي بقى الروبوتات لمايكل انه بعلاقة حب مع صوفيا، وبانه لازم يتذكر انها روبوتة مش اكثر، وبانه يستخدمها فقط للتشوك اح احسن بلاش تخرب حياته. بس مايكل بيرفض كلامه لانه مهووس بالروبوت صوفيا. وبيوم بتلتقي بروك مع ديفيد اللي بيكون صاحب اخوها الاصغر، وبيحكي لها ديفيد بانه رغم مرور كل هذه السنين الا انه بحبها. فبتعصب بروك وبتتركه. وبقرر مايكل بالاخر يعترف لبروك انه بخونها مع روبوتا، ولما يحكي لها بتنجن وبتطلع من السيارة. وبيكمل مايكل علاقته مع صوفيا اللي بتستمر لأشهر، ورغم انه اشتاق لبروك الا انه بيكمل بوقته مع صوفيا. وبيوم بيتصل مايكل على بروك لتشوفه، وبتكون صوفيا جالسة بالخلف، وهو الشيء اللي بعصب بروك. وبيحكي لها مايكل بانه بيعرف ايش اللي صار بينها وبين ديفيد قبل سنين، انها خانته وهو عمل فيها نفس الشيء. وبتسكت بروك بعد ما تسمع كلامه، وبيحكي لها انه برمج صوفيا انها تعمل كل شيء بروك مش راضي تعمل له اياه، وبانه صوفيا رغم انها تعتبر روبوت الا انها تعتبر الحل الافضل له حاليا. وبيقترح عليها تعمل روبوت ليها كمان ليعاملها مثل ما صوفيا بتعامله. وبتكون بروك مش ضد الفكرة بشكل تام، وبالاخر الاثنين بيتفقوا يخونوا بعض مع روبوتات رغم انهم متزوجين. يا اخي عن ام الغباء يا عم. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. وبيخلص ملخص فيلم الغباء اللي كنت الخصه. حد فهم حاجة؟ اشترك بالقناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها، وما تنسوش تعملوا متابعة على صفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك وصفحة وسكر للالعاب والبثوث المباشرة. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.